مظبوط. وممكن يكون هم محقين في رفضها لاسباب هم ادرى بناديهم، انا ما اعرفهاش، انا مش عضو في نادي الصيد بحيث ان انا اقول لك يعني ايه انما اتفعل قرار الحق الاصحاب. يعني دي اللي هي ابتدت النهارده تخلي الناس كلها تشتغل. خلاص اصبح مجالس الادارات مش نزهه، مش كل 4 سنين انا باخد هذا المنصب وابتدي استخدمه لصالح الشخص. ممكن يمشوا بعد سنه، وده من ابرز من ابرز ميزات الميزانيه ان هي كمان اتعملت بنظام الاقتراع السري المباشر علشان اللائحه قضت على التكتلات اللي كانت بتحدث في الانديه طبعا لمجالس ادارات جلست على المناصب لاكثر من عقدين. لا حتى الجهه الاداريه النهارده بتقف مكتوفه الايدي امام رغبه الاعضاء. يعني انا كجهه اداريه انا ما اقدرش النهارده امرر لك ميزانيه. يعني اذا كنت قبل كده باخد موافقه الاربع 5 صفوف انا ما اقدرش اعملها. في اختراع سري مباشر. وصندوق زجاج. طبعا. اتفضل زي ايمن العربي. اهلا. طبعا حضرتك كابتن طاهر تاريخ طويل وقدوه للشباب، فنحب حضرتك تحكي لنا بدايه حياتك بنحس ايه شاب. شباب عارف يعني. بدايتك مع الكوره يعني بدأ ازاي؟ سواء من يعني بدايه حياتك كلها طبعا انا بدات قبل منكم كلكم يعني. وانا عايز اعرف، انا بالنسبه لي عايز اعرف انا يعني الهدف اللي حضرتك ما تنساهوش طول حياتك. لا سيبك من المغرب. انا اصل انا كنت حاضر الجون ده، فانا عايز اسالك عشان انا متاكد. لا انا بتكلم عن الرحله. رحله هو انا طبعا انا جذوري من اسيوط. يعني انا كل اسرتي والمنشأ كان اسيوط، انما انا ميلادي في شبرا وتربيت في حي شبرا، وبدات في النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه. يعني تحديدا في شهر 6 1973 قبل حرب اكتوبر ب4 شهور. ورحت عادي جدا في اختبارات النادي، لا واسطه ولا شيء. ده يعني تاكيد على ان كره القدم او اي رياضه دي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش واسطه. ودي اللي لو دخلت فيها الواسطه تبقى كارثه. يعني يبقى على الرياضه السليمه. ولو دخلت الواسطه بتبقى بس موجوده. ولو دخلت الواسطه بتبقى النادي انا عايز اقول بتبقى لفتره محدده وبعد كده لا ايه انت بقى اللي بتكمل. بالظبط يعني. فهي مش وظيفه بحيث ان احنا نقول ممكن تكتسب مع مر الايام ان انت تشتغل في مكان معين فتبتدي تمشي مع المجموعه فتبتدي يعني تتعود على الشغل فتصبح واحد من المنظومه. الا الرياضه لو ما فيهاش عنصر الموهبه والالتزام ما تقدرش تستمر. وبناء عليه التحقت مع اول اختبار تم التوقيع للنادي الاهلي في نفس اليوم ليلا. يعني انا عملت الاختبار الساعه 3:30، الساعه 8 في بيتي كان عندي اداري النادي الاهلي باستمارات التوقيع يومها. وبدات رحله النادي الاهلي. كنت اصغر لاعب في فريق 14 سنه، لان 11 سنه ده ما كانش فيه مسابقه. كانت المسابقه الاولى بتبدا تحت 14. فكان الفرق بيني وبين اللي بيلعب معايا في نفس الفريق يا 2 يا 3. يعني انا كنت مواليد 62 فكنت بلعب مع اللي هم مواليد 59 او 60. كان حسام البدري في الفريق. وزكريا ناصر الاثنين مواليد 60. يعني انا فاكر كويس. واستمريت 3 سنين العب في نفس المسابقه. لدرجه ان بعض الانديه الثانيه يقول لك لا يعني ده سنه اكبر يعني. ده مزور. وفضلت في كل مسابقات الناشئين لغايه في الحقيقه ما فاجئوني وانا عندي 17 سنه باستدعائي عشان العب مباراه مع الفريق الاول. النادي الاهلي كانت امام نادي السويس في ملعب استاد القاهره في سبتمبر 79. وبعدها ب3 ايام انا لعبت ربع ساعه في المباراه دي. بعدها ب3 ايام فوجئت واحنا في الاتوبيس اللي مسافر في طريقه مدينه المحله ان انا هلعب. طبعا زمان بقى كان اليوم اللي بتسافر فيه هو اللي بتلعب فيه. ما كانش بقى